السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم هنا، صباحكم رضا، صباحكم نادي بنور الله. حبيت اشارك معاكم النهارده يوم من ايام حياتي. هو صحيح في اول الفيديو صوت مكن الري عامل ازعاج شويه، بس في ناس من متابعيني قالوا لي ان صوت المكن ده مسمينه الكروان. كانوا بيسمعوه في اللايفات كتير. يا ريت ما يكونش سبب لكم اي ازعاجات. حياة الريف البسيط يا جماعة، شايفين ما شاء الله الخضرة والهواء النظيف. احنا متعودين بنصحى بدري، طبعا بنقوم نصلي ونبدأ بقى نشوف أشغالنا. يومنا بيبتدي بدري يا جماعة في الريف. أول حاجة بعد ما نصلي وكده بننزل تحت بقى نشوف ايه المواشي بتاعتنا وكده. لو في شوية لبن ولا حاجة بناخدهم. هو صحيح اللبن كل سنة وانتم طيبين خلاص، بس في قد يجي كيلو ولا حاجة فخسارة. أنا اللي بحلب بإيدي. بعدها بقى بروح على الطيور اللي عندي أشوفها عشان أفطرها وكده. احنا في الريف يا جماعه متعودين على تربيه الطيور. اللي ما بيربيش عندنا ده مثل عندنا يعني ما ياكلش. ببدا اطلعهم في حته قدام البيت كده عندي، وابدا اكنس المكان بتاعهم واجهزهم لهم عشان لما يدخلوا يبيتوا تاني بالليل زي ما انتم شايفين كده. انا مش عايزه حد يتريق ويقول انت بتصورين ايه وكده. انا بصور لكم جزء من يومي، ده اللي انا بعمله كل يوم. طبعا لسه بقى هنعمل الفطار ونعمل الغدا، فانا لو صورت الحاجات دي كلها هيكون الفيديو طويل قوي. فحاجات مقتطفات كده انا اخترتها اصورها زي ما انتم شايفين كده، ان انا بكنس المكان اللي هيدخلوا يباتوا فيه. هرش لهم ميه بقى على ما يدخلوا بالليل يكون نشفوا بقى حلو زي الفل. حلو كده. يلا بقى، انا ما صورتش الفطار. كان الفطار عادي، عملنا كوبايتين شاي بلبن ولقمة عيش وفضل ونعمة الحمد لله. يلا بقى نجهز غدانا. صينية الرز الحلوة بتاعتنا، غسلنا الرز وهنبدأ نجهزها عشان نعمل رز معمر. حيرة كل يوم هنعمل اكل ايه، هنعمل غدا ايه، هنعمل ايه، وكل واحد له رأي. اعملي اي حاجة، هي دي اي حاجة. شايفين ما شاء الله، حطيتها في الفرن زي الفل. احلى صينية رز معمر. هسيبها بقى تكمل سواها. بسم الله ما شاء الله، زي الورد المفتح اهي. يلا بقى نجهز تشريشة السمك او تمليحة السمك. معايا التوم والليمون وشطة حمرا وشطة خضرا وملح وفلفل وكمون. الحاجات دي انا ما جبتهاش، مش عارفة راحت فين، ما اتصورتش. عشان اعمل التمليحة بتاعت السمك، لما اشويه ارشها عليه. في ناس بتحب تحطه في ستريتش وتلفه في ورق فويل وكده وترش عليه الملح ناشف، بس انا بحب بصراحة التمليحة. انا غسلته كويس وطلعت منه المرارة وهبدأ اشويه بقى. شغلت الفرن حلو وهرش عليه الردة بتاعته. انا شاركت معاكم قبل كده كام مرة طريقة السمك المشوي، بس بصراحة ده يوم من يعني من ايام اللي انا بشتغل فيها يعني. هعمل ايه؟ صورته. جبت بتنجان اشويه معاكم برضو مع السمك. مش هعمله اي افتكاسات البتنجان، هعمله بتنجان عادي خالص، لا احط عليه طحينه ولا حاجه ولا بابا غنوج. ادي السمك زي ما انتم شايفين ما شاء الله، احنا متعودين وشاطرين وعارفين احنا بنعمله ازاي. رشيت عليه التمليحه وهشيله في المصفى عشان يصفي الميه بتاعته. اعمل دقه بقى للبتنجان. فص واحد توم وحته فلفل اخضر وشويه ملح، واحطهم عليه واقلبه واديله رشه زيت. بيكون ما شاء الله زي الفل. يا ريت يا جماعه ما تنسونوش باللايك والشير واشتراك، وحطوا اللايك بالله عليكم، واكتبوا لي كومنت حلو وقولوا تسلم ايديك. وايه رايكم في الفيديو؟ واعمل فيديوهات من النوع ده ولا ايه رايكم؟ يلا بقى نجهز السلطه بتاعتنا. غسلنا الخضار كويس زي ما انتم شايفين، وده كان غدانا النهارده زي الفل. احنا لسه بقى هنقسم الاكل في اطباق، بس انا كنت مجهزاه وحطاه على البوتاجاز لما كلنا نتجمع يعني. ما شاء الله، ده الرز ودي السلطه والسمك المشوي والبتنجان. يلا اشوفكم على خير فيديو جديد، وما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.